ازيكم يا جماعة؟ معاكم كامل من قناة الباشمهندس. فيديو جديد عن الفلاشات او الهارد ديسك. ليه انا لما يبقى معايا مثلا فلاشة 8 جيجا احطها في الجهاز تتقري 6 وشوية و7 وشوية وهكذا؟ ليه مش بتقرا ال 8 جيجا؟ ليه الجهاز نفسه مش بيقرا ال 8 جيجا كاملة؟ طب يا ترى العيب في الفلاشة؟ الراجل اللي انا اشتريتها منه ضحك عليا ولا ايه؟ ولا كلنا بيضحك علينا؟ لو عايز تعرف التفاصيل دي كلها وعايز تعرف السبب ان الفلاشة مش بتقري بالحجم الكامل اللي مكتوب عليها، تابع الفيديو. ازيكم مرة تانية. السبب الرئيسي ان الفلاشة نفسها مش بتتقري 8 جيجا، مش بتقري 8 كاملة او 16 او خلافه يعني. ولو انت عايز تعرف ليه 8 وليه 16، في اللينك في الديسكريبشن هسيب لك رابط الفيديو اللي فات اللي بنوضح فيه ليه ما فيش مثلا 10 جيجا وليه ما فيش 50 جيجا. الفلاشة بتتقري 8 مثلا بتتقري 6 وشوية علشان الكمبيوتر ليه حسبة معينة بيحسب بيها الاحجام بتاعت 8 جيجا دي. انت بالنسبة لك بتحسب ان هي ال 1000 ميجا يدوك 1 جيجا. فعلشان نوضح اكتر الموضوع ده وعلشان نفهم ونعرف اكتر، فمثلا انت بتحسب ال 1000 ميجا بايت ب1 جيجا، ولكن الكمبيوتر مش بيحسبها كده، او السيستم اللي في الكمبيوتر او نظام التشغيل اللي في اي حاجه فيها مساحه. فسواء كان نظام تشغيل ده مش هقصد عليه الكمبيوتر بس، اي نظام تشغيل، سواء نظام التشغيل اللي في الكاميرات، نظام التشغيل اللي في اللينكس، نظام الاي او اس، نظام الماك، نظام الاندرويد، نظام الويندوز، اي نظام تشغيل فيه مساحه. تمام؟ بيحسبها ازاي؟ بيحسب 1024 ميجا ب1 جيجا. فهنا ال 24 دي اللي بتقعد تطير منك انت، هي دي اللي بتسبب النقص في الحجم، اللي هي بتقل مثلا 8 جيجا تقل مثلا 6 وشويه او 7 وشويه. وكمان في سبب تاني، السبب التاني هو الجوده بتاعه الفلاشه. كل ما كانت الفلاشه جودتها عاليه بتلاقي المساحه اللي فيها تبقى اكتر. ففي الفلاشات او الهاردات او اي حاجه بتبقى مقسمه كلاس A كلاس B وهكذا. فكل ما كانت مثلا كلاس A ده بيبقى نوع كويس جدا والمساحه فيه بتبقى مظبوطه اكتر. وعلشان نفهم الموضوع ده اكتر واحسن ويبقى الموضوع عملي، هنروح للجهاز بتاعنا ونفهم الموضوع. تعالوا يا جماعة، حبيت نشوف الموضوع عملي أكتر على الكمبيوتر بتاعنا. لو فتحنا الماي كمبيوتر وجينا مثلا بصينا هنلاقي ان دي فلاشة المفروض ان هي 16 جيجا. طب ليه اريا 14 و6 من 10؟ لما نيجي كده نخش على البروبرتيز او الخصائص هنلاقي مكتوب هنا اليوزد سبيس، المساحة المستخدمة 10 و5 من 10 جيجا بايت، والفري سبيس 4 و5 من 100 جيجا بايت، والكاباسيتي او السعة كلها 16 14 سوري و6 من 10 جيجا بايت. فيا ترى ليه هي اريا المساحة دي وكل الارقام اللي مكتوبة دي 15 مش عارف كل الحاجات دي؟ تعالوا نعرف. زي ما قلت السبب الرئيسي ان الكمبيوتر او اي اوبريتنج سيستم، اي نظام تشغيل بيقرا بقراية غير اللي احنا بنقرا بيها. يعني ايه؟ يعني احنا بنقرا ال1000 ميجا هما 1 جيجا، لكن الكمبيوتر او اي نظام تشغيل سواء كان ويندوز سواء كان ماك سواء كان اندرويد سواء كان اي او اس، اي نظام تشغيل فيه مساحة بيقرا 1024 ميجا بايت 1 جيجا. فكل 1024 دول لما يعني 1024 على 1024 فبيدونا الخلل ده. وده مش السبب الوحيد، ولكن ده أول سبب وأهم سبب إن المساحة بتتقري ناقصة. فلو جينا فتحنا الآلة حاسبة عشان الموضوع يبقى يعني عملي أكتر، وقلنا مثلا ال16 جيجا هتتقري لما نضربها في 1000 كده حولناها للميجا، هنضربها في 1000 تاني نحط لها 3 أصفار كده حولناها للكيلو بايت، نحط قدامها كمان 3 أصفار كده حولناها للبايت، اللي هي اقل حاجة الكمبيوتر بيقرا بيها. ولكن هكرر تاني، البايت مش اقل وحدة تخزين، اقل وحدة تخزين هي البت مش البايت، ولكن البايت هي الوحدة او اقل وحدة بيقرا بيها اي نظام تشغيل. النظام تشغيل مش بيقرا بالبت، بيقرا بالبايت. فدي القراية العادية بتاعتنا اللي هي 16 جيجا. لما جينا حولناها لبايت اديتنا ايه؟ اديتنا الرقم ده. طب تعالوا نحاول دي بقى بقراية الكمبيوتر، تعالوا نشوف هتطلع كام. فهنقسم ده على 1024، هيحول لنا القراية اتحولت لنا من البايت للكيلو بايت. طب لما نقسمها مرة تانية على 1024
اتحولت لينا من الكيلو بايت للميجا بايت. لما نقسمها تالت مرة على 1024 تحول لينا هنا بايه؟ بال بال بالجيجا اللي هي اللي بيقراها الكمبيوتر. هنلاقيها 14.9، هنا مقرية 14.6، ما يقارب الرقم. تمام، الرقم قريب ليه، يعني هنا 14.9 وهنا 14.6 قريبة ليه. تمام. طب تعالوا نشوف على حاجة تانية. نشوف مساحة الهارد ده، المفروض ان هي 500 جيجا. لما نيجي نحسب اللي موجودة فعليا من ال500 دي، هنلاقي السي مدينه مساحة 48.4، والاي مدينه مساحة 213، والاف مدينه مساحة 203. فكلهم على بعض 464.4 جيجا، مع ان في الاساس الهارد مساحته كان 500. طب ليه قارية القراية دي بالطريقة اللي اتعودنا عليها؟ قلنا مساحة الكمبيوتر طلعت 500 جيجا، حط اضربها في 1000، اضرب في 1000 كمان، اضرب في 1000 كمان، كده حولناها للبايت. اقسم البايت ده على حسب نظام التشغيل 1024، كده من البايت حولناه للكيلو بايت. اقسم تاني على 1024، كده من الكيلو بايت حولناه للميجا بايت. اقسم تاني على 1024، كده حولناه للجيجا بايت. وقرا 465.6، ما يقرب من القراية اللي جبناها في الأول، اللي هي كانت 464.4. فالقرايتين كانوا قريبين من بعض. كده يبقى احنا عرفنا نفسر ليه هي بتتقري أصلا ناقصة، أو ليه المساحة نفسها بتتقري ناقصة. طب ايه السبب بقى اللي مخلي فيه فرق في التقريب؟ يعني انا قلت الفلاشة مثلا ال16 دي لما جينا حولناها لقيناها 14.9، وهنا كانت 14.6. الفرق اللي كان من 100 دول بيرجع لنوع الفلاشة نفسها. الفلاشة نفسها كل ما كانت الكواليتي بتاعها عالية، وكل ما كانت المصانع اللي مصنعة فيها كويسة جدا وبتتصنع بكواليتي اعلى، هتلاقي المساحة بتقرب قوي. زي ما شفنا الهارد ال500، يعني كان نسبة الخطأ فيه بتاع 1 جيجا. الفلاشة ال16 جيجا كانت نسبة الخطأ فيها بتاع 2/10. فكل ما الفلاشة الكواليتي بتاعتها بتبقى اعلى، كل ما طبعا المساحة بتاعتها بتبقى دقيقة جدا. ألخص الكلام، ومعلش انا عارف ان انا طولت عليكم، ولكن انا لو عايز اعرف اي حاجة عندي وليكن 4 جيجا مثلا، هضربها في 1000 عشان احولها للميجا بايت، اضربها في 1000 تاني عشان احولها لكيلو بايت، اضربها في 1000 تاني عشان احولها للبايت اللي هي اقل حاجة الاوبريتنج سيستم بيقراها. بعد كده اقسم على 1024، بعد كده تاني هقسم على 1024، بعد كده اخر مرة اقسم على 1024، واشوف الرقم اللي يطلع لي. هلاقي مثلا 3.7. اشوف الفلاشة قارية كام، هتلاقيها مقربة جدا من الرقم ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اكون وضحت لكم معلومه. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات وضحت فيه ليه ال 1024 ميجا بايت بيتقروا 1 جيجا، وليه مش ال1000 اللي هو اللي بيتقروا 1 جيجا. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر هسيب لك لينك في الديسكريبشن اسفل الفيديو تشوف منه الفيديو اللي فات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك، تنزل تكتب له رايك في الكومنتات. ولو انت اول مره تشوف الشانل، في زرار احمر دوس عليه وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. واخيرا اعمل شير للشانل عشان نكبرها في اسرع وقت ممكن، والناس كلها تستفاد من المعلومات اللي بنقولها ولسه هنقولها ان شاء الله. وبس، سلام.